كانت فاضل لها حته كده والله، وعملوها الرجاله، وعارف اللي هو 3 بونت يعني، كانت تحصل ال3 بونت دي. ياه، كانت هتبقى حاجه تانية خالص خالص. عارف اللي هو احنا عملنا احلى اداء اشوفه لمنتخب مصر في كاس عالم. يعني عارف تحس ان ايه، المغرب بتلعب قدام البرازيل. يعني اول مره اشوف منتخب مصر كده ماسك كوره وبيلعب. وبعدين الريتم، فكره الريتم والاستحواذ احنا ما استحوذناش على الكوره، بس عارف بتاخد الكوره واحده اتنين رحنا. شغل عالي عارف. بس يعني التغييرات يا كابتن حسام، التغييرات الدقيقه 60. عارف اللي هو طب يعني، عارف لو نزلت في الدقيقه 60 كنا كسبنا، على الاقل بقى كنت رصيتهم ورا وقفلت، كانت هتبقى الدنيا حلوه وكنا هنكسب الماتش. هو احنا طماعين يعني بصراحة، يعني احنا بنلعب قدام بلجيكا، احنا قلنا ان بلجيكا هتناولنا، بس يعني بصراحة اداء 100% وشغل عالي قوي. ويمكن الله اعلم، ربنا يكرم ان شاء الله كده، ونلاقي نفسنا فجأة كده في دور 8 مثلا سلتنا كده في النص ورحنا دور 8. ممكن يعني، ممكن تحصل. فلا، شغل عالي. واتمنى يا كابتن حسام الماتش الجاي تبدر بس التغييرات شويه سيكا يعني. لا اداء، رجوله، ضغط. انا ما شفتش قبل كده ان منتخب مصر بيضغط بواحد واثنين وثلاثه وبيجزوا العيال. اللي هو حمزه عبد الكريم ده اللي عنده 18 سنه، اللي قاعدين يتريقوا عليه بقالهم قرن. المعلم نزل ضغط عمال يضغط في كل حته في الملعب، وكان هيروح في واحده ما هو ده بقى يبين لك اللي حاصل لما تلاقي لعيب عندك 18 سنه بيضغط وبيحاول ان هو يعمل حاجه. لا، ده كده يبين ان في حاجه بتتقال. والاكبر من كده والاهم من كده، صلاح اتغير وعادي. دي عمرها ما حصلت ان صلاح يتغير وعادي. فبصراحة يعني شغل عالي وشكرا كابتن حسام حسن. اول مرة نشوف منتخب مصر يشرف، اول مرة نشوف منتخب مصر بيلعب كورة. احنا كنا بنلعب قبل كده راجبي، او بنلعب بيسبول، او بنلعب باسكت بول مع كوبر ايام بقى يحدف ووقف والشغلة دي. لا بصراحة شغل عالي. ونتفائل خير ان شاء الله ان احنا نوصل مثلا دور 8 ولا حاجه، تبقى يعني هنتاهل يا مسهل يعني، ان شاء الله فرصنا كبيره ان احنا نتاهل. بس دور 8 مثلا، واحده كده دور 8 يا كابتن حسام، دور 8 والنبي. يلا الف مبروك الف مبروك، سلام يا محترم.